التأمينات بقت ميزة إجبارية، يعني لازم كل موظف يكون متأمن عليه. طب ايه هي الحالات اللي بنقابلها في التأمين؟ رقم واحد، لو الموظف ده تحت السن، تحت 18 سنة، هل لازم أأمن عليه؟ طب لو سنه الطبيعي من 18 ل 60، ولو حد تابع القانون هيعرف ان بعد كده 65، هل لازم تأمن عليه؟ طب لو فوق سن ال 60، هل لازم تأمن عليه؟ من الآخر ما ينفعش عندك يكون موظف في المنشأة غير لما يكون متأمن عليه. سواء الموظف ده تحت السن، عندنا في التأمينات حاجة اسمها 5 صناديق رئيسية. لو هو تحت السن هأمن عليه حاجة اسمها إصابة عمل. طب نسبتها ايه؟ العامل بيدفع 0%، صاحب العمل بيدفع 1.5%. طيب لو هو الراجل ده او الموظف ده او العامل ده من 18 سنه ل 60 سنه، بيتامن عليه عادي جدا. العامل بيتحمل 11%، صاحب العمل بيتحمل 18.75. طب لو هو فوق السن، في الحاله دي هامن عليه بصندوقين بس، اللي هم اصابه عمل ومرضي. العامل بيتحمل قد ايه؟ 1%، وصاحب العمل بيتحمل قد ايه يا جماعه؟ 4.75. سامعك بتسال سؤال، طب لو اجنبي؟ حلو السؤال ده. طب لو في اتفاقيه بيننا وبين البلد، فور اكزامبل زي مصر والسودان، في الحاله دي هتامن عليه ان هو عامل عادي جدا. العامل هيتحمل 11%، صاحب العمل هيتحمل 18.75. طب لو مفيش اتفاقيه، هنامن عليه فوق السن. يعني فوق السن هنامن عليه بصندوقين بس، اللي هم اصابه عمل ومرضي. استنونا في حلقات تانيه كتير.